كيفاش نوجدوا وصفه طبيعيه كتبيض الاسنان وكتعالج مشكل اللثه والرائحه الكريهه في الفم من الاستعمالات الاولى. السلام عليكم. هذه الوصفه اليوم هي وصفه مجربه طبيعيه باقل من 5 دراهم، كتبيض الاسنان من الاستعمالات الاولى كما سبق لي وقلت، زائد انها كتعالج مشاكل اللثه، سيلان اللثه بالدم، الرائحه الكريهه في الفم، وكذلك كتحيد الاصفرار والكركر ديال الاسنان والتسوس. وصفه مكونات سهله ومنزليه وشي يقدر يوجدها في المنزل. قبل ما ندوزو للمكونات ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي كيعانيو مشكل اصفرار في الاسنان او الرائحه الكريهه او نزيف اللثه. اول شيء غناخذوا ملعقه من مسحوق القرنفل، غنضيفوا ليه ملعقه من مسحوق الفاخر او الفحم، القليل من عصير الحامض، ونصف كاس من زيت الزيتون. نحركوا المكونات جيدا حتى يختلطوا ويتجانسوا فيما بعضهم البعض. طريقه الاستعمال هي جد سهله وبسيطه. غناخذوا كوطون او غناخذوا القليل من القطن وغنخشيوه في هذه الخلطه ونحكوا به سناننا بلطف، او غادي نحكوا بشتة السنان بلطف من الفوق الى التحت. نكرروا هذه العمليه مره في اليوم بيان سيغ في الايام الاولى، اي ابخي نبقاو نديروه نهار ونهار لا. هذه الوصفه ما عندها حتى شي اثار جانبيه باستثناء الناس اللي عندهم حساسيه من احد المكونات.